بيقولوا إن الجريمة الكاملة هي اللي ما بتسيبش أثر، بس في قصة سليم الجريمة الكاملة هي اللي تخلي الناس كلها تسقف للمجرم وهو ماشي في جنازة ضحيته. الساعة جت 3:15 الفجر، والوقت وقف فجأة في الشقة، في شقة هادية في المعادي، عشان تبدأ لعبة شطرنج بالدم. أطرافها محامي شاطر بيتنفذ ذكاء، وزوجة ورا سكوتها أسرار تهد جبل، بين سجارة لسه والعة وباب موارب، وخطة اتلفت بخيوط من الغدر. هتكتشف ان الحقيقة مش هي اللي عينيك شايفاها، وان اذكى واحد في الأوضة ممكن يكون هو اكتر واحد مضحوك عليه. جهز نفسك، انت داخل عقل قاتل ملمس السكينة بإيده، وضحية بدأت انتقامها الحقيقي بعد ما روحها طلعت. سليم محامي شاطر جدا، رجع بيته الساعة 2 بالليل، لقى باب شقته موارب. دخل بالراحة وقلبه بيدق، لقى الصالة مقلوبة وكأن حد بيدور على حاجة، وفي وسط الصالة جثة مراته نيرة وقع غرقانة في دمها، وجنبها فردة جزمة رجالي غريبة مش بتاعته. سليم انهار وطلب البوليس فورا. لما المحقق شريف وصل، سليم حكاله وهو بيعيط وقال: انا كنت في المكتب بخلص قضية مهمة، رجعت لقيت المنظر ده. نيرة ماتت يا سيادة المحقق، وشكلي عرفت مين اللي عملها. فردة الجزمة دي شبه جزمة جاري عمر، انا عارف انه كان بيغير مننا. المحقق شريف بدأ يعين المكان بهدوء، لقى شنطة سليم لسه على كتفه، ومنفضة السجاير فيها السيجارة والعة لسه بتطلع دخان. بص لفردة الجزمة، لقاها مقاس 42، وسليم لابس مقاس 44. دخل المطبخ، لقى طبقين عشا فاضيين وكوبايتين عصير. المحقق بص لسليم وقال له: احكي لي تاني يا سليم، انت دخلت الشقة لقيت نيرة واقعة فطلبتنا فورا، صح؟ سليم قال له: ايوه يا فندم، ما لمستش حاجة من الصدمة. المحقق شريف ضحك ببرود وقال له: يا عسكري، كلبش الاستاذ المحامي هو اللي قتل مراته. ازاي المحقق عرف ان سليم هو اللي قاتل؟ السجارة. سليم قال انه لسه داخل وشاف الجثة وطلب البوليس، والبوليس خد نص ساعة علشان يوصل. ازاي السجارة اللي في الطفاية لسه والعة وبتطلع دخان؟ ده معناه ان سليم كان قاعد في الشقة بهدوء قبل ما البوليس يوصل بدقيقتين بس. طبقين العشاء، نيرة كانت مجهزة عشاء لشخصين، وده معناه انها كانت مستنية سليم في ميعاده، مش انه كان سهران في المكتب. فردة الجزمة، سليم زرع فردة جزمة جاره عشان يلبسه التهمة، بس غلط غلطة عمره. الجزمة كانت نظيفة جدا من تحت رغم ان الدنيا بره كانت بتمطر وطينة. ازاي جاره دخل وقتل وجري وجزمته معلهاش نقطة طين واحدة؟ لما المحقق ضيق الخناق عليه، سليم اعترف انه عارف ان نيرة عايزة تنفصل عنه وتاخد نص ثروته، فقرر يقتلها ويرتب المشهد كأنه حرامي او جار حقودي. بس نسي ان التفاصيل الصغيرة هي اللي بتشنق المحاميين الشطار. تفتكر سليم كان ممكن يهرب بعملته لو ما كانش ولع السجارة دي؟ هنشوف. بص بقى، الحكاية ما خلصتش عند الكلبشات، الصدمة الحقيقية بدأت في أوضة التحقيق. المحقق شريف قعد قدام سليم، ولع سجارة وبصله ببرود وقال له: عارف يا سليم، انت محامي شاطر، بس نسيت ان القضايا مش بس ورق ومرافعات، القضايا تفاصيل بتموت صاحبها. سليم كان باصص للأرض وساكت، وفجأة ضحك ضحكة مكتومة وقال: تفتكر يا شريف اني بالذكاء ده هغلط غلطة السجارة والجزمة النظيفة؟ المحقق استغرب وقال له: قصدك ايه؟ سليم رفع عينه وكانت مليانة شماتة: انا اللي ولعت السجارة دي قدامك وانا بتمظهر بالصدمة، وانا اللي حطيت الجزمة النظيفة دي قاصد عشان تفتكر اني مجرم غبي فتقفل القضية عليا انا وبس. شريف كشر وقال له: وليه تعمل في نفسك كده؟ سليم رد بهدوء مرعب وقال: عشان لو كنت دورت ورا الجاني الحقيقي كنت هتعرف ان نيرة ما ماتتش بسببي. نيرة كانت بتموت اصلا مسمومة من اسبوع بجرعات صغيرة في اكلها. انا دخلت لقيتها ميتة فعلا، بس مقتولة بسم ملوش اثر، فخفت ان التحقيق يطول ويطلعوا سر قديم ليا، فقررت اعمل مسرحية جريمة غبية ألبسها لنفسي واطلع منها براءة. ثغرة قانونية في الإجراءات وقف الملف نيرة للأبد.
المحقق شريف قام وقف وفتح ملف قديم وقال له: تصدق بالله انت فعلا محامي شاطر، بس فاتك اننا فحصنا الجثة فعلا، ونيرة ما ماتتش لا بالسم ولا بالسكينة اللي كانت جنبها. سليم وشه جاب ألوان: امال ماتت بايه؟ شريف قال: نيرة ماتت بسكتة قلبية من الخوف لما شافت حد داخل عليها لابس قناع وشبهك بالظبط، والحد ده هو عمر جارك اللي انت كنت عايز تلبسه التهمة. عمر كان داخل يسرق ورق يذلك بيه، ولما شافها ماتت هرب وساب فردة جزمته التانية اللي كانت غرقانة طينة في المنور. سليم اتصدم وهو حاول يزكي نفسه ويخلق جريمة وهمية عشان يغطي على موتها اللي افتكره تسمم، وفي الآخر طلع هو اللي قتلها بالرعب من غير ما يلمسها، وجاره هو اللي كان القاتل الحقيقي بالصدفة. سليم دخل السجن مش بتهمة القتل العمد، بس بتهمة تضليل العدالة والمشاركة في جريمة أدت للموت، وخرج منها مجنون بيتهيأله إن نيرة واقفاله في كل ركن في الزنزانة بتسأله: كنت بتسممني ليه يا سليم؟ تفتكر مين الظالم في الحكاية دي؟ سليم اللي خطط، ولا عمر اللي دخل يسرق، ولا نيرة اللي كانت مخبية أسرار؟ سليم وهو في الزنزانة بدأ يهلوس. كل ليلة كان بيسمع صوت خربشة على الحيطة، نفس الصوت اللي نيرة كانت بتشتكي منه من قبل ما تموت، وهو كان بيقول لها: ضفار يا نيرة. في ليلة سليم لقى ورقة متطبقة محطوطة تحت البرش سرير السجن، فتحها وهو ايده بتترعش، لقى مكتوب فيها جملة واحدة بخط نيرة: انا ما متش من الخوف يا سليم، انا ما متش اصلا. سليم اتجنن، قعد يخبط على باب الزنزانة ويصرخ: خرجوني، هي لسه عايشة، نيرة لسه عايشة. المحقق شريف جه الزنزانة الصبح وبص لسليم بشفقة وقال له: اهدى يا سليم، الورقة دي اكيد حد من المساجين بيشتغلك. سليم صرخ وقال: ده خطها، انا حافظه، نيرة فين؟ المحقق قرب منه وهمس في ودنه: نيرة في المشرحة يا سليم، بس في حاجة غريبة اكتشفناها النهاردة الصبح في تقرير المعمل الجنائي. سليم سكت وبلم. راح شريف قال له: الجثة اللي لقيناها في الصالة اللي انت افتكرتها نيرة والطب الشرعي قال سكتة قلبية، طلعت اختها التوأم اللي نيرة كانت مخبيها عنك طول السنين دي عشان خايفة منك. نيرة هي اللي حطت السم لاختها، وهي اللي لبست عمر الجار القناع عشان يدخل يسرق ويخوفها فتموت بالسكتة القلبية. ونيرة دلوقتي في المطار بشنطة الفلوس اللي انت كنت فاكر انك مخبيها منها. سليم وقع على الأرض وما كانش عارف يضحك ولا يعيط. هو المحامي اللي فكر نفسه أذكى واحد في الدنيا طلع عسكري في لعبة نيرة الكبيرة. نيرة استخدمت ذكاء سليم وشكه عشان يلبس هو وعمر القضية، وهي تخلع بالورث والفلوس وبحياة جديدة تماما بهوية أختها اللي ماتت. ني... آخر مشهد: نيرة وهي قاعدة في الطيارة قلعت النضارة السوداء وبصت للساعة، كانت 3:15 الفجر. ابتسمت وطلبت من المضيفة قهوة سادة، بس المرة دي من غير ولا فتفوتة سكر. تفتكروا نيرة هي اللي كانت بتسمم سليم طول الأسبوع، ولا كانت بتجرب في أختها؟ سليم قعد في زنزانته يضحك ضحك هستيري، صوته كان بيرن في الممر كله لدرجة إن المساجين خافوا منه. المحقق شريف سابه ومشي وهو حاسس بتقل في قلبه، بس الحكاية لسه فيها دقة واحدة ما كانتش في الحسبان. نيرة وهي في الطيارة مغمضة عينيها ومرتاحة حست بحد بيقعد في الكرسي اللي جنبها. مالت براسها وهي لسه مغمضة وقالت بدلع: اتأخرت ليه؟ كنت فاكرة انك مش هتلحق الطيارة. جالها الرد بصوت هادي وبارد: المحامي الشاطر ما بيسيبش قضية وراه مفتوحة يا نيرة. نيرة فتحت عينيها برعب. اللي قاعد جنبها كان سليم، لابس بدلة شيك وحاطط رجل على رجله وماسك في ايده نفس النضارة السوداء اللي كانت هي لابساها. نيرة صوتها طلع متقطع: ازاي سليم في السجن؟ شريف المحقق قال لي انك اتحبست. سليم ابتسم ببرود وقال: شريف؟ تقصدي زميلي في الدفعة اللي مدين ليه بحياته؟ شريف كان بيمثل دوره في المسرحية يا نيرة. كل اللي حصل من أول الجثة لحد الورقة في السجن كان فخ عشان تطلعي كل اللي عندك وتكشفي مكان الفلوس. الجثة ما كانتش أختها التوأم ولا حاجة، دي كانت مانيكان من السيليكون معمول باحترافية، والدم كان صبغة، والطب الشرعي كان تمثيلية من شريف. أختها نيرة أصلا ملهاش أخت، دي كانت كذبة سليم زرعها في دماغها عشان يطمنها إن خطتها نجحت. سليم سابها توصل للمطار وتطلع الفلوس من الخزنة السرية اللي هو أصلا كان عارف مكانها، بس مستنيها تفتحها بنفسها عشان ما يبقاش عليه دليل سرقة. سليم قرب منها وهمس: الطيارة دي مش رايحة باريس يا نيرة، الطيارة دي رحلة خاصة
تابعة لجهة أمنية، والركاب اللي حواليكي دول كلهم عساكر بملابس مدنيين. نيرة بصت حواليها لقت الركاب كلهم بيبصوا لها جامد، والمضيفة اللي طلبت منها القهوة طلعت كلبش من جيبها. سليم قام وقف، عضل الكرافتة بتاعته وقال لها: انا ما مسكتكيش يا نيرة ولا قتلت حد، انا بس سبتك تغرقي في طمعك. القهوة السادة اللي طلبتيها انا اللي دافع حسابها، اشربيها بالهنا والشفا في بوكس الترحيلات. سليم نزل من الطيارة قبل ما تتحرك، لأنها أصلا كانت لسه على الأرض في ممر جانبي. وقف بعيد ولع سجارة وبص للسما وهو بيقول: الجريمة الكاملة مش إنك تقتل، الجريمة الكاملة إنك تخلي المجرم يسلم نفسه وهو فاكر إنه كسب. تفتكروا سليم كده بطل وهو مجرم أذكى منها بكتير؟ سليم رمى السجارة وداس عليها بجزمته وبدأ يتمشى بعيد عن الطيارة وهو حاسس بنصر ملوش مثيل. بس هو بيقرب من عربية المحقق شريف لقى شريف واقف ساند ظهره وسرح في الفراغ. سليم ضحك وقال له: ايه يا صاحبي، المهمة تمت بنجاح، ونيرة دلوقتي بتشرب القهوة من مرة بجد، مبروك يا بطل، الترقية في جيبك. شريف بص لسليم بنظرة غريبة، نظرة خلت سليم يوقف ضحك تدريجيا. شريف طلع من جيبه ظرف اسود صغير وناوله لسليم من غير ولا كلمة. سليم فتح الظرف بإيد بتترعش، لقى جواه صورة. الصورة كانت لسليم وهو بيحط السم الحقيقي في علبة دوا نيرة من شهر فات، متصورة بكاميرا مخفية احترافية جدا. سليم وشه بقى أبيض كأنه ميت. ايه ده يا شريف، انت بتهزر؟ دي تمثيلية صح؟ شريف رد بصوت واطي ومكسور: دي مش تمثيلية يا سليم، نيرة كانت عارفة انك بتسممها من اول يوم، وهي اللي جابتني وزرعت الكاميرات دي. نيرة ما كانتش بتهرب بالفلوس يا سليم، نيرة كانت بتهرب بحياتها منك. سليم صرخ وقال: بس نيرة في الطيارة، احنا قبضنا عليها. شريف ضحك: الطيارة دي ما فيهاش نيرة يا سليم، نيرة ماتت فعلا الصبح في المستشفى نتيجة السم اللي انت كنت بتديهولها، والجثة اللي في المشرحة حقيقية. نيرة استغلت ذكائك وخلتني امثل معاك الدور كله عشان تعتبر نفسك انتصرت، تقوم بكل الحركات دي وتكشف مكان الفلوس والورق اللي يدينك، وتصورك فيديو وانت بتعترف بكل حاجة في الطيارة قدام العساكر اللي هم اصلا شهود من النيابة. سليم انهار على ركبه: يعني نيرة ماتت وكل ده كان فخ منها وهي ميتة؟ شريف قال: نيرة سابت وصية وفيديو مسجل للنيابة، وقالت فيه لو سليم قرأ الرسالة دي يبقى هو دلوقتي فاكر انه ملك العالم، بس الحقيقة انه مجرد قاتل تافه، وانا اللي سحبته لحبل المشنقة برغبته. شريف طلع الكلبشات الحقيقية المرة دي وقال لسليم: يا سليم انت محامي شاطر، بس نسيت ان المجني عليه لما بيبقى ميت بيبقى اقوى بكتير لانه ما بيغلطش. سليم وهو بتركب في ايده الكلبش بص للساعة اللي في ايد شريف، كانت 3:15 الفجر، نفس الوقت اللي بدأ فيه كل حاجة ونفس الوقت اللي انتهى فيه كل حاجة. سليم دخل الزنزانة بجد المرة دي مش تمثيلية، والمرة دي ما كانش فيه خبط ورا الحيطة، كان فيه سكوت مرعب، السكوت اللي نيرة سابته وراه وهي بتضحك عليه من عالم تاني. تفتكر مين اللي كسب في الآخر، المحامي اللي خطط ولا الضحية اللي انتقمت وهي ميتة؟ خلاص كده الستارة نزلت على سليم وهو في زنزانته، والسكوت بقى هو سيد المكان. الحقيقة ان النوع ده من القصص بيثبت ان الطمع قل ما جمع، وان مهما كان الواحد فاكر نفسه ذكي ورسم خطة كاملة، دايما في تفصيلة صغيرة بتهد المعبد كله فوق دماغه. سليم ضيع نفسه بذكائه الزيادة، ونيرة انتقمت منه وهي مش موجودة. أتمنى تكون القصة عجبتكم وعشت معاها الجو الغامض. تفتكروا سليم يستاهل النهاية دي ولا نيرة كانت قاسية زيادة؟ وفي النهاية حكاية سليم ونيرة مش مجرد قصة جريمة عادية، ده درس في إن الذكاء بزيادة ممكن يكون هو الحبل اللي الشخص بيلفه حوالين رقبته بإيده. زي سليم كان فاكر إنه المايسترو اللي بيحرك العرايس، بس نسي إن العروسة اللي خيوطها اتقطعت وماتت هي اللي سحبته معاها للقبر أو للزنزانة، وده أصعب بكتير. دلوقتي الدور عليكم يا جماعة، تفتكروا مين فيهم اللي يستاهل لقب المجرم الحقيقي؟ هل هو سليم اللي بدأ بالسم والطمع، ولا نيرة اللي خططت لانتقامها وهي ميتة؟ وهل تعتقدوا ان في فعلا حاجة اسمها جريمة كاملة، ولا دايما الساعة 3:15 الفجر مستنية كل واحد فينا عشان تكشف المستور؟ مستني رأيكم وتوقعاتكم في الكومنتات، وما تنسوش لو سمعتم خبط ورا الحيطة بالليل أو شميتوا ريحة سجارة والعة وانتم لوحدكم اوعوا تردوا،